وحشتوني من المره اللي فاتت، الفيديو اللي فات. زي ما اتعودنا كل مره بنعمل سر اكله. سر اكله النهارده احنا هنعمل رز صياديه عشان السمك، ان شاء الله هيعجبكم. هنشوف المكونات مع بعض. عندنا بصله جوليان، عندنا معلقه كبيره مليانه ثوم، كوبايتين رز، معلقه كمون مليانه على الاخر، والملح بتاعها، وفصين حبهان، وفي بصله مفرومه. عشان اكسب وقت شوحتها لغايه ما قلبت بني معايا علشان ما اطولش الفيديو عليكم. دلوقتي احنا جينا على البوتاجاز هنا. انا كان عندي بصله مفرومه ناعم، حمرتها زي ما احنا شايفين كده لغايه ما بقت بني علشان تدي، هي دي اللي هتدي طعم للرز. هنفتح عليها وهنرمي معاها فصين حبهان مفتوحين، واول ما تسخن هنبتدي ننزل بالرز. وبعد ما هننزل بالرز هنعمل الثوم في الاخر. اهم حاجه النقطه، الثوم ما ينزلش من الاول، الثوم ينزل من الاخر. دلوقتي احنا مستنيين ان هو يسخن، واول ما يسخن هنبتدي ننزل الحاجه. دلوقتي احنا حطينا البصل زي ما احنا شايفين اهو، ياخد بس تتبيله صغيره، وبعد كده هننزل عليه بالرز. ما ننساش الرز عليه الملح بتاعه والكمون بتاعه، معلقه كبيره كمون، والملح طبعا زي ما انتم متعودين. دول كوبايتين الرز معلقه كبيره ومليانه كمون، لازم تكون مليانه. دلوقتي هنرجع نحط الميه المغليه، وناخد بالنا دايما بميه مغليه. واخر حاجه هنضيفها خالص الثوم، دي اخر حاجه، اخر مرحله. زي ما احنا شايفين الميه بقى لونها بني اهو، ده بسبب البصله مش محروقه زي ما احنا شايفين، عاملينها بالراحه. اول ما هتغلي هنوطي عليها، وبعد ما نوطي عليها هنبتدي نغرف ونتقابل ساعة التقديم. ودلوقتي خلصنا الرز غرفناه. عايزكم تجربوا الطريقة دي. الطريقة دي جميلة جدا جدا جدا. ما اقولكوش على الريحة بقى، ريحة الثوم مع الكمون مع البصل، ما اقولكوش طعمه يجنن وريحته تجنن. بالهنا والشفا. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية مع سر جديد.